السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي قناة سوبر تاكسيك. نضرب لكم موعد جديد في برنامجكم الأسبوعي. نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير، وندخلوا بسرعة في موضوع الحلقة ديال اليوم إن شاء الله، اللي نحاولوا نسترقوا من خلاله المباراة اليوم في البطولة العربية اللي جمعات بين فريق الوداد البيضاوي والسد القطري برسم المجموعة الثانية، واللي انتهت كيف ما كيعرف الكل بالتعادل السلبي 0 لمثله. مباراة كانت مفتوحة على جميع الاحتمالات. فريق السد كيتوفر على ترسانة من اللاعبين المحترفين اللي الجودة الفنية ديالهم كبيرة وكبيرة في دوري نجوم قطر، بينما الوداد البيضاوي بقيادة المدرب الجديد والربان الجديد عادل رمزي اللي استلم مهمة تدريب الفريق قبل 10 أيام فقط. الفريق ليس مطالب أنه يمشي يحقق اللقب أو أن عنده أهداف مدروسة من خلال إحراز اللقب في البطولة العربية، لا بتاتا. الفريق في حالة إحلال وتجديد من خلال الاستغناء عن بعض العناصر اللي كانت كتشكل النواة الأساسية للفريق البيضاوي الموسم المنفرد. بسرعة ندخل بعجالة في المباراة اللي كانت مفتوحة على جميع الاحتمالات كيف ما قلنا. فريق السد بادر وكان حاول أنه يخلق متاعب لفريق الوداد البيضاوي، محاولات محتشمة للفريق القطري، بينما فريق الوداد كان قاب قوسين أو أدنى من تسجيل هدف السبق لولا الرعونة ديال اللاعب الجديد الوافد الجديد منتصر الحسيمي أمام المرمى من خلال تضييعه الانفراد واضح وصريح. بعد ذلك انقلبت الأمور رأسا على عقب بعد الطرد المستحق اللي حاز عليه جبران القائد الفريق الودادي. تدخل كان يستوجب هذا الطرد. الحكم المصري بأن لم يتردد في اتخاذ القرار، وبالتالي طرد جبران. الفريق الوداد استكمل الشوط الاول والشوط الثاني بنقص عددي كبير من خلال التراجع الكلي للفريق والاعتماد ديالو على الهجمات المرتده السريعه. الفريق الودادي استبسل في الدفاع، بينما السد كان قاب قوسين او ادنى انه يسجل هدف الانتصار. هنا كانت بعض القرارات التحكيميه والاستياء التحكيمي من خلال الحكم المصري بأن من بعض التساؤلات وبعض الشكوك حول ضربة الجزاء من خلال تمريرات محمد الأناجم، بالإضافة للطرد على لاعب فريق السد القطري، إلا أن الحمد لله القرارات لم تشكل خطر على فريق الوداد، ولم تكن لها واحد الرعونة على الفريق الودادي. إذا انتهت المباراة بالنتيجة تعادل إيجابي الذي يخدم الوداد كثيرا. إذا شفنا الطرد اللي تعرض لجبران، الفريق استبسل وحقق نتيجة إيجابية بمقابل نادي السد القطري، بترسانة كبيرة من اللاعبين المحترفين بقيادة بغداد بونجاح، لاعبين كبار في نادي السد. لم يستطيع الوصول لمرمى الحارج مريد. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا العدد اللي كان خصنا بعجالة المباراة الدور الأول من دور المجموعات ديال دوري أبطال العرب بين الوداد والسد القطري. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا العدد. سوف نوافيكم بحلقات مقبلة إن شاء الله الرحمن الرحيم من خلال بعض المباريات التي يخوضها فريق الرجاء كذلك البيضاوي الممثل الثاني للكرة المغربية في البطولة العربية، بالإضافة لبعض المباريات ديال في الموسم التحضيري الجديد ديال الريال مدريد وبرشلونة وباقي الأندية، بالإضافة كذلك إلى انتقالات اللاعبين. سوف نكون معكم حاضرين من أجل أن نوافيكم بحلقات جيدة في المستقبل القريب. إلى أن هنا نأتي لنهاية هذا العدد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.